Good evening, everybody. I am Mr. Ahmed Abdel Munsif, and today we are going to talk about collocations. النهاردة أنا بخاطب طلاب المرحلة الإعدادية، الناس اللي داخل أولى إعدادي أو في تانية إعدادي بشكل عام. بنتكلم على حاجة اسمها collocations اللي هي المتلازمات اللفظية، يعني كلمات بتيجي مع بعضها بتكون عبارات. العبارات دي بيكون لها معنى بلاغي مباشر، ممكن يكون مش مألوف قوي ليك بس لازم تبقى عارفه كويس. دايما الكولوكيشن الاصل بتاعه بيكون فيرب، يعني هو فيرب هو اللي بيشيل الموضوع هنا كله بقى. كل فيرب ليه شلة كلمات كده بتيجي معاه، جروب اوف ووردز بيعملوا الكولوكيشنز اللي احنا عايزينها. فالموضوع في شق حفظ طبعا، لازم تكون عارف كل فيرب مع الكلمات بتاعته عشان تعرف تستخدمهم بسهولة. هيسهلوا عليك حاجات كتيرة جدا، وخلي بالك انت لو عرفتهم من دلوقتي المواضيع هتبقى سهلة جدا في الفترة اللي جاية بالنسبة لك. نبدأ بأول فيرب عندي، هو الفيرب ميك. ميك يعني يصنع، ده المعنى الأساسي بتاعه، بس هل ممكن يكون ليه معاني تانية؟ على حسب الكلمة اللي هتيجي بعده. في بعض الكلمات بتيجي مع ميك بتوصل معاني مباشرة، زي ما اقول مثلا ميك ماني يعني يكسب فلوس، هنا مفيش يصنع خالص. اوكي، زي ما اقول مثلا ميك فريندز يعني يكون صداقات. زي ما استخدم مثلا كلمة ميك مع اوفر واقول لك ميك ان اوفر، وهكذا. اربط الكلمات اللي قدامك دي كلها، الترجمة موجودة اهي مالكش حاجة، اربط كل الكلمات اللي قدامك دي مع ميك. اوكي، طيب عندي برضو كام اكزامبل تحت كده بص عليهم. زي ما اقول لك مثلا he made much money، هنا معناها هو بيكسب فلوس او كسب فلوس كتير من شغل السوفت وير. she made me happy، هنا make بمعنى يجعل، جعلتني سعيدا. زي ما اقول لك تحت اهو بص، احمد مكي makes me laugh، احمد مكي بيخليني اموت من الضحك. اوكي، طيب ايه تاني فيرب شهير بلاقيه دايما في الكولوكيشنز باستمرار؟ هو دو يفعل، بس ممكن يكون لها معاني كتيرة جدا، وفي كلمات ما بتجيش غير مع دو. زي ما اقول لك مثلا دو هاوس ورك يعمل شغل البيت، دو هوم ورك يعني يعمل الواجب بتاعه. وفي حاجات ممكن تكون بالنسبة لك غريبة، زي ما اقول لك مثلا دو نيلز يعني قص ضفر، تمام. دو يور هير يعني سرح شعرك، يعني هنا عوضتني عن كلمة برش، وهكذا. دو ان اوبريشن، دو ذا اكزام يعني قد الامتحان. اربط دو بالكلمات اللي قدامك دي علشان تعرف كل عبارة من دول تستخدمها امتى وازاي. عندي برضو examples امثلة تحت اهي. I did everything، انا عملت كل اللي في استطاعتي to help her. do your nails، قص ضوافرك. she's doing exercise، هي بتتدرب. الكلمات اللي هي chance وبيبي وجول وداي اوف وفيفر ولانش ودينر وبارتي مع هاف. الفيرب to have ده فيرب مهم جدا. have a chance لديه الفرصة، have a baby يعني ينجب طفل. ممكن اقول have a swim، have a walk، have a try، have a smell، have a look. كل دي كلمات، دي الشلة بتاعت have بربطها بهاف. زي اللي قبليهم ما ربطناهم بدو، زي اللي قبليهم ما ربطناهم بميك. خلي بالك في اكسرسايز في الاخر هنحل، فركز معايا. ايه تاني من اشهر الفيربز اللي بتيجي عندي في الكولوكيشنز؟ get بمعنى يحصل على، بس ممكن يكون لها معاني كتيرة جدا. اتفقنا خلاص في الكولوكيشنز هي عبارة على بعضها. get sad، get married، get dark يعني الدنيا بتضلم. get ready يستعد. catch ليه برضو الشلة بتاعته، catch a fire، catch a cold، catch a thief. catch a fire يعني يشتعل بالنيران. catch a cold يصاب بالبرد. catch a thief يعني يمسك حرامي. catch fish طبعا يصطاد سمك. catch a disease يعني يمرض. break يكسر ليه برضو الفيربز بتاعته. break a code يعني break a code يعني يفك لغز، يفك شفرة. break the law يعني يكسر القانون، يخالف. بص دي بقى كلمة promise، لو حد فيكم شاطر احنا استخدمنا كلمة promise من شوية مع ايه؟ برافو، مع make a promise يعني يوعد. طب يخلف وعده، break a promise. برافو عليكم. وادي السنتنسز بتاعتنا اللي هي بتأيد الكلام بتاع break. طيب عندي حاجة تانية، عندي take بمعنى يأخذ، بس ممكن
في الكولوكيشنز يجي بعدها كلمات تدي معاني تانية، زي ما قلت كناب دي يعني واحد يقيل كده ياخد غفوة سريعة يعني. تمام. take turns يتناوب الأدوار. take place يعني يحدث. خلي بالك دي الشلة بتاعت take، ودي الإكزامبلز بتاعتها هي she will take a chance to have we will take the chance to have the party outdoor، يعني احنا هيبقى عندنا الفرصة ان احنا نعمل الحفلة ديت بره. take a rest from your hard work يعني خد راحة شوية من الشغل اللي انت بتعمله. هتذاكر كل اللي فات ده كويس جدا وتحل لي بقى. عندي هنا exercise اهو complete with the suitable verb. طبعا انت هتحط بقى verb من الفيربز الشهيرة اللي اتكلمنا عنها get have catch make do. كل verb عرفنا الشلة بتاعته، هتحتاج ترجع لهم بص فيهم كويس وتحل. وخلي بالك وانت بتحل ان انت تستخدم التنس المناسب. طبعا الناس كلها داخلين مرحلة اعدادية، وفي مرحلة اعدادية عارفين البريزنت والباست. حط كل فيرب حسب التنس بتاعه السليم، وكون لي بقى عبارة ليها معنى كده. عندنا هنا وتكملتهم زي ما انت شايف لحد 40. لو انت حليت دول صح خلاص انت موضوع الكولوكيشنز بالنسبة لك اللي هو مشكلة لناس كتيرة جدا في اعدادي هيبقى بالنسبة لك سهل جدا وبسيط جدا. حاجة سريعة كده دي كانت على المشي لأولادي في المرحلة الإعدادية. See you soon. Thank you. Goodbye.